متابعة عملها بصفة دقيقة وتقييمها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة كلما لوحظ تهاون أو تقصير. احنا بالنسبه لنا كنواب حزب المؤتمر الجمهوريه عبرنا على عدم منحنا الثقه، على قرارنا لعدم منح الثقه لهذه الحكومه، وقلنا اننا سنكون في المعارضه البناءه والمسؤوله في المرحله القادمه، واكدنا ان هذه الحكومه بالنظر الى التشكيله التي تقدم بها السيد رئيس الحكومه المكلف كانت حكومه محاصصات، وهي حكومة هشة لازم تحضر. وعلى أهمية التوضيح اللي قدمه السيد رئيس الحكومة في مداخلته أمام المجلس والوقوف فيه على بعض النقاط اللي ما تمش التعرض لها في البرنامج. نقدر أن على هذه الحكومة في أقرب الأوقات أولا أن تعمل على تدقيق هذا البرنامج وتوضيحه وضبط أولوياته. كأنه لا علاقة له بالزمن. مش فاهم سي الحبيب السيد اللي احنا اليوم هو حكومة تجي بعد انتخابات جابتها ثورة، البرنامج كامل ما عندوش التزامات كبيرة لها علاقة بالحد الأدنى مما طرحه التونسيون والتونسيات في المسار الثوري اللي بدأ عنا نحن من الحوض المنجمي وانفجر في 17 ديسمبر إلى 14 جانفي. ونحب نقول لسي حبيب السيد هذا المسار مازال متواصل واستحقاقاته متواصلة، تنجم تلقى 200 نائب هنا يصوتوا لك. أما أنه يبقاو التوانسة ما عندهمش شغل وما عندهمش حرية وما عندهمش كرامة، يعني أنك في مقام حكومة من حكومات بن علي